عزيزي، اهلا بيك في حلقه جديده من برنامج الاقوى في عالم الاضطرابات النفسيه، برنامجكم المفضل الاضطراب في الكبسوله. عمر مين؟ ده رحيم. لا عمر بس منتوف. لا ده مش عمر. فين رحيم؟ انا عايزه رحيم. فين رحيم؟ انا عايزه رحيم. فين رحيم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. عزيزي، النهارده هنتكلم عن اضطراب جديد ومختلف ونادر جدا لانه اصلا مش مشهور ومعروف. هنتكلم النهارده عن متلازمه كابجراس. الاضطراب ده حاله نادره وغريبه شويه، لان المصاب بيه بيحس ساعتها او بيجي له توهم ان اللي قدامه مثلا، سواء مثلا حد قريب منه، صاحبه او زوجته او حتى مثلا اخواته او امه او والدته، المهم ان هو حد قريب منه. بيحس ساعتها ان هو تم استبداله، يعني اللي هو الشخص دوت حد تاني موجود، يعني اللي قدامه دوت شخص مش حقيقي، يعني مش موجود من الواقع. والكلام ده مش بيبقى مثلا شك ولا هزار او اي حاجه تانية عاديه، لا هو فعلا بيبقى جواه شعور حقيقي ان الشخص ده شخص مزيف، وان اللي قدامه ده شخص مش طبيعي، وان هو كل اللي موجود هو بس نفس الشكل بس مش هو. طب ايه هي اعراض الاضطراب ده؟ واول حاجه المصاب دوت بيكون عنده احباط بين اللي حواليه، ناس مزيفه وناس مزوره، يعني كمان بيبقى هو مش عارف ان هو او شايف ان الناس دي تم استبدال نفس الشكل بس مش هم. وكمان ده بيخليه ان هو بيكون ليهم مشاعر سلبيه، وبيبقى بالنسبه لهم او بيتعامل معاهم بغضب، لان الموضوع بالنسبه له هو شايف ان هو مش نفس الناس. وكمان ده بيخليه في حاله من التوتر والغضب، لانه دايما بيبقى شاكك في الناس اللي حواليه، وده بيخليه بيتعامل مع الناس ده بشكل طبيعي. وكمان المصاب بيبدا بقى في حاله من الانسحاب الاجتماعي، ويبدا ينعزل عن اللي حواليه ويكون منطوي، لانه طبعا ساعتها بيبقى عنده شكوك في الناس اللي حواليه. وكمان برضو لو ممكن يبقى عنده شويه اعراض من الامراض اللي هي الذهانيه، لان طبعا ممكن مثلا يبقى عنده زي مثلا انفصام او اي حاجه من الامراض او الاعراض اللي مرتبطه بامراض الذهان. بعد كده هنبدا بقى نتكلم عن الاسباب اللي ممكن ينتج عنها متلازمه كابجراس. اول حاجه وهي الاصابه في الدماغ، والاصابه في الدماغ طبعا في حالات كتير بتنتج عن الاصابه بسبب الحاجات دي، وطبعا لو كمان بالذات لو كانت الاصابه في الفص الصدغي او الفص الجبهي، لان دول المسؤولين عن التعرف على الوجوه وكمان المشاعر، التحكم في المشاعر. فبالتالي لو حصلت مشكله في الربط في الاثنين دول، هينتج عنهم ان هو مثلا مش هيبقى عارف ان هو يقدر يوصل نفس المشاعر لنفس الشخص، فيبقى عارف ان هو نفس الشكل بس مش هيقدر يوصل نفس المشاعر، فبالتالي هيوصل له شعور ان الشخص ده مزيف او تم استبداله. كمان ممكن تنتج عن مشاكل مثلا او خلل في الروابط العصبيه، وكمان برضو ممكن تنتج عن او مثلا بتكون اعراض مصاحبه لامراض العقليه والنفسيه، مثلا زي الفصام او كمان الامراض مثلا زي الزهايمر او الخرف المبكر. برافو عليك. في شويه نظريات فسرت الاسباب اللي ممكن تنتج عنها الاصابه بمتلازمه كابجراس. اول حاجه وهي النظريه العصبيه، اللي طبعا شايفه ان السبب في الاصابه دوت ان هو في مشكله في المناطق المخصصه او المسؤوله في الربط بين التعرف على الوجوه وكمان المشاعر او معالجه المشاعر. فبالتالي بيحصل ان الشخص بيبقى شايف الوجه او متعرف على الوش بس مش عارف يشوف او مش عارف يوصل له نفس المشاعر اللي هو كان حاسس بيه. يعني مثلا لو شفت مثلا انت لو حد مثلا مصاب بالمتلازمه دي وشاف مثلا مراته، هو عارف ان دي مرات او عارف ان الشكل ده شكل مرات، بس مش عنده نفس الشعور او نفس المشاعر تجاهها. وهي النظريه التحليليه فسرت الموضوع ده على ان ده نوع من انواع الانكار، يعني العقل بيرفض ان هو يتعرف على الشخص ده، لانه طبعا ممكن يكون مثلا مسبب له صدمه او مسبب له مشكله، فبالتالي ان هو العقل بيرفض ان هو يتعرف على الشخص ده او الانسان ده، فبالتالي بيحس ان هو شخص مزيف او مزور. ثالث نظريه هي النظريه الفسيولوجيه اللي بتربط المتلازمه باضطراب الفصام، اللي شايفه طبعا ان هو الفصام ده بيسبب افكار، وطبعا بسبب الافكار اللي هو بيسببها والاوهام بينتج عنها الحاجات دي او التوهم او متلازمه كابجراس. هي النعمة انت بتتكلم صح. طبعا بيتكلم صح ازاي بس يا مرسي؟ الراجل بيتكلم صح. ايه العلاج اللي بيستخدم في التعامل مع متلازمه كابجراس؟ اولا لازم نكون عارفين ان مفيش علاج نهائي للمتلازمه دي، بس هي مجرد حاجات او طرق بنستخدمها عشان نحسن من الحاله ويقللوا من الاعراض بتاعها. اول حاجه طبعا وهي الادويه. لو في اعراض ذهنيه ممكن مثلا زي الفصام، ممكن الدكتور ساعتها يكتب مضادات الذهان، وممكن مثلا ادويه ثانيه زي مضادات الاكتئاب او قلق لو مثلا المريض او المصاب عنده اعراض سواء الاكتئاب او القلق. ثاني نوع هو العلاج النفسي،
اللي ساعتها بقى بيستخدموا فيه زي مثلا زي العلاج السلوكي المعرفي، اللي هنا ساعتها الاخصائي بيحاول يعلم المصاب ان هو يقدر يتعامل ازاي مع الافكار دي ويقلل منها، وكمان برضه ان هو يحاول ازاي يتعامل مع الناس المحيطين بيه ويقدر يتعامل معاهم بشكل احسن. برافو عليك. وتالت حاجه وهي توعيه الاهل. لازم طبعا الاهل ساعتها يقدروا او يتعرفوا على المتلازمه دي، لان هم طبعا جزء اساسي في العلاج، وما يقدروش ان هم يضغطوا عليه، ويقدروا يتعاملوا ازاي صح مع المصاب. لو انت مثلا حد في عيلتك او صحابك او ايا كان من اللي انت بتعرفهم مصاب بالمتلازمه دي، ازاي تقدر تتعامل معاه بشكل صح؟ اول حاجه لازم طبعا تكون خليك متفاهم مع الاضطراب دوت او الاعراض بتاعته. يعني ما ينفعش مثلا لو جه قال لك انت مين او انا ما اعرفكش تيجي تتضرب مثلا او تزعل من الكلام بتاعه. خليك متفهم من الاعراض بتاعه. وكمان برضو لازم تتجنب الجدال او المناقشه، ان هو لو قال لك ما تقدرش تقعد تقول له انا فلان او انا مثلا انا كذا او انا كذا، هو خلاص مش متعرف عليك او مش عارف، فبطل او تجنب الجدال. وكمان لازم دايما تشجعه ان هو يتابع مع الدكتور او الحاله بتاعته، وتابع دايما الاعراض بتاعه، وثقف دايما بنفسك بمعلومات اكتر عن المتلازمه عشان تقدر تتعامل معاه بشكل كويس. يا دين النبي ايه الحلاوه دي؟ عظمه على عظمه. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، ويا رب طبعا تكونوا استفدتم واستمتعتم بالحلقه. ما تنساش تكتب لنا تعليقاتك ورايك في الكومنتات تحت. سلام.